عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من شر الفتن. عائذا بالله من شر الفتن. لما قالوا عائذا بالله، كل واحد قال عائذا بالله من الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام: عائذا بالله من الفتن. ولما قال عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من الفتن، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك. وهذا الشاهد: التعوذ من الفتن. وليس المراد بالفتن فتنة الإنسان في ماله وولده، هذه أمرها سهل تكفرها الصلوات، لكن الفتن التي هي تحصد الدين من الشرك فما دونه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة زيغ في أديانهم، هذا خطر عظيم. فالفتن اليسيرة، فتنة الإنسان في ماله، فتنة الإنسان في ولده، فتنة الإنسان أمرها يسير تكفرها الصلوات، لكن الكلام في الفتنة في الدين هذه هي التي ينبغي أن يستعيذ من الإنسان ويحرص شد الحرص أن لا يعرض نفسه لها. نعم.